السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم موضوع الفيديو بتاعنا عن إزاي نحافظ على كرامتنا في أي علاقة. إحنا بنشوف ناس كتير بتدخل علاقات كتيرة وبتطلع منها مكسورة. الكلام ده مش عشان الطرف التاني كان أقوى، لكن لأنهم اتنازلوا عن نفسهم وعن كرامتهم جزء جزء لحد ما نسوا هم مين. الكرامة مش كلمة كبيرة ولا تصرف عنيف ولا صوت عالي. الكرامة هي الحد اللي ما ينفعش تنزل عنه أبدا، لا عشان حب ولا عشان خوف من حد ولا عشان الوحدة. الفيديو دوت مش عن إنك تهرب من العلاقات الإنسانية ولا العلاقات الاجتماعية ولا عن القسوة. الفيديو دوت هو إزاي تفضل محترم نفسك وإنت جوه علاقة، وتجعل الطرف الآخر برضو يحترمك. الكرامة مش إن أنت تكسب كل خناقة أو إنك تمشي أول ما يحدث خلاف بينك وبين الطرف الآخر. الكرامة هي إن رأيك يكون له قيمة، مشاعرك ما تكونش لعبة في إيد الطرف الآخر، وجودك مش مشروط ولا بسبب، وإنت مش محتاج تبرر للطرف الآخر إنسانيتك. أول غلطة إحنا بنقع فيها إننا بنفتكر إن الكرامة معناها أسوأ، لكن الحقيقة اللي بيحافظ على كرامته بيكون واضح وثابت وهادي. أكبر سبب لضياع كرامتك إنك بتدخل العلاقة وإنت مش عارف إيه اللي تقبله وإيه الشيء اللي ترفضه، وإيه اللي يكسر قلبك ويحزنك، وإيه اللي تقدر تعديه للطرف الآخر. فما ينفعش تستنى الطرف الآخر يحترمك وإنت أصلا مش حاطط حدود لنفسك. اسأل نفسك بصدق: هل أنا أقبل التقليل مني؟ هل أقبل التجاهل والسخرية من الطرف الآخر؟ هل أقبل التهديد إنه يبعد عني؟ أي إجابة فيها كلمة لأ هي دي حدودك. والحدود دي مش محتاجة شرح طويل، محتاجة إنك تلتزم بيها وتمارسها فعلا. وأخطر مرحلة في علاقتنا مع الآخرين إن إحنا نعبر أو نبرر للطرف الآخر عدم احترامه لنا. نقول إنه أصله متضايق، ما كانش قصده، هو طبعه كده، أكيد بيحبني بس تعبان. ما ينفعش إن إحنا نبرر خطأه في كرامتنا. قلة الاحترام اختيار مش ظرف، ولا ضغط الطرف التاني موضوع تحته عشان يقلل من كرامتك، ولا هو لحظة غضب. اللي يحترمك هيغلط، ممكن يغلط بس هيعتذر وهيحاول يصلح، ومش هيكرر الغلط ده تاني ويطلب انك تتحمله. ومن المهم ان احنا نحافظ على كرامتنا خصوصا وقت الخلاف. الخلاف او الطريقة اللي بنختلف بيها مع الطرف الاخر هي اللي هتحدد قيمتك معاه. عشان تحافظ على كرامتك ما تغلطش في نفسك عشان تكسب نقاش. ما تتنازلش عن حقك في الاحترام، ما تستفزش ولا تستهين بحقك وكرامتك، وما تكتمش وجعك عشان خايف من زعل الطرف الآخر. اتكلم بهدوء، قول الكلام ده ما يعجبنيش أو وجعني، والأسلوب ده مرفوض بالنسبة لي. اللي هيحبك هيسمع ومش هيقلل منك ولا هيقبل إنك تكون دايما قليل الكرامة. لأن في ناس كتير بتسكت مش لأنها غلطانة، لكن لأنها خايفة إن هي تخسر الشخص اللي معاه علاقة، أو خايفة إنها تبقى لوحدها، أو خايفة إنها تبدأ من جديد. لكن اسأل نفسك: إيه الشيء الصعب، إنك تمشي ولا إنك تفضل وكرامتك كل يوم تقل؟ اللي يسيبك لأنك طلبت احترام ما كانش مناسب ليك من الأول. لأن أصعب قرار
إنك تسيب علاقة وتسيب شخص مش لأن العلاقة دي انتهت، لكن لأنك بقيت بتتأذي من هذه العلاقة. امشي واترك العلاقة دي لما الاحترام يبقى بيطلب مش تلقائي، لما تقديرك من الطرف الآخر يكون نادر، أو الألم يكون أكتر من الفرح. هنا هيكون الانسحاب هو الصح، وبيكون في الوقت الصح، وبيكون قوة مش ضعف. وافتكر دايما اللي بيحافظ على كرامته مش بيخسر الناس، هو بيخسر الناس اللي ما كانتش تستاهله فقط. العلاقة الصح مش اللي تخليك صغير ولا ضعيف ولا قليل، العلاقة الصح هي اللي تخليك تحب نفسك أكتر وانت جوه هذه العلاقة مش بعدها. كرامتك مش زيادة عن اللزوم، كرامتك أساس أي علاقة تستهلك، فحافظ عليها دايما. ولو الفيديو عجبك فضلا وليس أمرا اشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.